السلام عليكم. انا راجل متجوز بقالي 15 سنة، عندي 3 اولاد ربنا رزقني بيهم. اكبرهم عنده 14 سنة واصغرهم 9 سنين، ومن اول يوم جوازي وانا بحاول اكون الزوج الكويس اللي بيخاف ربنا، اللي بيدي مراته كل اللي بتتمناه. بس نصيبي خلاني ان انا اعيش في بيت عيلة، ودي بقى بداية الحكاية. مراتي عندها 32 سنة، وانا كنت بسافر السعودية علشان اقدر اوفر لهم حياة كويسة، تعليم محترم، لبس، اكل، كل حاجة كانوا بيتمنوها كانت بتيجي على طول. كنت بحوش القرش فوق القرش وبقول ده كله علشان خاطرهم، عشان خاطر مراتي وولادي، علشان يعيشوا حياة مرتاحة. لكن في يوم من الايام اكتشفت مصيبة كبيرة. من حوالي سنتين كده بدأت ألاحظ على مراتي تصرفات غريبة. كانت دايما شاردة، مش مركزة معايا ولا مع العيال، وماسكة الموبايل على طول، ولو حد جه جنبها ترتبك. كنت بحاول أهدي نفسي وأقول يمكن ده ضغط البيت، يمكن زهقت، يمكن الوحدة اللي عاملة فيها كده عشان أنا بعيدة عنهم طول الوقت. لكن في قلبي كان في حاجة كده بتقولي إن في حاجة غلط، أنا مش مرتاح. عدى وقت وأنا بحاول أهرب من التفكير ده، لكن الشك يا جماعة لو دخل قلب أي راجل بيبوظ كل حاجة. في لحظة ضعف كده قررت إن أنا أرجع مصر من غير ما أقول لأي حد. رجعت كده فجأة، وكنت ناوي أشوف بعيني بقى وأفهم إيه اللي بيحصل، خصوصا إن هي ما كانت بتكلمنيش كتير، ولما أقول لها مالك في إيه تقولي مفيش حاجة، عادي، تعبانة بس من مشاكل العيال. ولما نزلت مصر بقى يا جماعة كنت كل ما اجي اتقرب منها تبعد عني بحجة ان هي تعبانة. قلت لا، الموضوع كده فيه حاجة غلط، ده انا بقالي فترة طويلة بعيد عنهم، يعني انا ما وحشتهاش. ودايما بلاقيها تاخد تليفونها وتخش الأوضة وتقفل على نفسها الباب، واسمعها بتكلم حد في التليفون بس انا مش عارف بتقول ايه وبتكلم مين. ففي يوم بقى فكرت ان انا اسجل لها. دخلت مرة الأوضة علشان تتكلم في التليفون، دخلت انا بحجة ان انا اعمل اي حاجة وسبت تليفوني في الأوضة، بس انا كنت مشغل تسجيل في التليفون علشان اسجل هي بتكلم مين، فانا كان لازم اعمل كده عشان اعرف الحقيقة. واول ما سمعت التسجيل انا طبعا اتصدمت من الكلام اللي سمعته. اكتشفت ان هي بتكلم اقرب واحد ليا، بتكلم ابن اخويا، شاب عنده 29 سنة، كنت دايما بعتبره زي ابني وبأمنه على بيتي وعلى مراتي وعيالي. وكلامهم كله كان ضحك وهزار، وطبعا كلام كده ما ينفعش ان هو يتقال، كلام يهد الجبل. وقفت التسجيل وانا مش مصدق اللي بيحصل ده. تاني يوم كررت نفس الموضوع، وساعتها سمعت بقى اللي عمري ما كنت اسمعه. سمعت حاجة بقى تكسر أي راجل. أكدت اللي بين مراتي وبين ابن أخويا ما كانش مجرد كلام، دي كانت خيانة كاملة، خيانة من أقرب الناس. أنا مش قادر أوصف لكم إحساسي وقتها عامل إزاي. حسيت إن الدنيا كلها اسودت في عينيا، حسيت إن أنا عايش في كابوس مش عارف أصحى منه أبدا. هتقولولي إزاي عرفت وتأكدت إن هو ابن أخوك؟ أنا اتأكدت إن هو فعلا لأن مرة خدت التليفون وشفت رقمه، رقمه اللي بتكلمه بالساعات. أنا فضلت بقى قاعد كده في أوضتي مش عارف أعمل إيه، أواجهها ولا أواجهه هو، ولا أمسك نفسي وأفكر في العيلة اللي ملهمش ذنب. أنا ندمان على كل كلمة حلوة كنت بقولها لها، وعلى أي حاجة كنت بجيبها لها، وعلى الحب اللي اديته لها. دلوقتي أنا في مفترق طرق، مش عارف أكمل ولا انسحب، مش عارف أقول لولادي إيه لو سألوا عن أمهم، مش عارف أواجه الناس اللي كانت بتشوفنا عيلة محترمة ومتفاهمة، هقول لهم إيه؟ ولو طلقتها هقول لهم سبب الطلاق إيه؟ أنا كل اللي عارفه دلوقتي إن قلبي واجعني وواجعني قوي، لكن اللي واجعني إن الخيانة دي جت من أقرب الناس ليا، من مراتي اللي اديتها ثقتي، وابن اخويا اللي ربيته في حضني وكنت بعتبره زي ابني بالظبط. انا مش عارف اعمل ايه، اسيبها ولا استر عليها عشان خاطر العيال؟ قولولي بقى، الامان لما يتحول لخيانه الواحد يعمل ايه؟ والله انا مش عارفه اقول لك ايه الجو العشق الممنوع ده. المشكلة ان التسامح مش اي حد يقدر عليه. التسامح ده مش ضعف زي ما في ناس كتيرة بتبقى فاهمة، لا، التسامح ده بيبقى قوة، والقوة دي مش عند اي حد. فانت لو شايف نفسك ان انت تقدر تسامحها علشان خاطر ولادك وعشان خاطر سمعتهم، اعمل كده. لكن لو مش هتقدر فما تظلمش نفسك مع الست دي واحدة قلبها ميت. لكن كمان ما تظلمش ولادك بفضيحة ممكن تفضل في حياتهم للأبد. فلو هتطلقها طلقها بهدوء وافتح صفحة جديدة مع نفسك، خليها بينك كده وبين ربك، وربنا طبعا شايف وهو اللي هيعوضك خير وهيكبر بخاطرك. بس الولاد ما يعرفوش حاجة زي كده، او ما تفضحهاش قدام اهلها وقدام اهلك، علشان دي هتبقى الفضيحة دي مش لازقة فيها هي بس، دي لازقة في ولادك كمان. وفي النهاية لازم نفتكر ان الخيانة مش بس بتكسر قلب، الخيانة بتكسر بيت وبتكسر نفس. مفيش وجع اصعب من انك تتخدع من اقرب الناس ليك. بس الاصعب بقى انك تسامح، واليوم اللي تحس فيه ان انت اتخنت ما تضيعش نفسك في دوامة الانتقام. سيب الحكم لربنا، لان ربنا هو العدل الالهي، عمره ما بيتأخر ابدا. وافتكر دايما ان الثقة غالية ومش اي حد يستحقها. وخلي وجعك دايما يبنيك ما يهدمكش، خليك اقوى من الخيانة،
وأذكى من الغضب، وفي النهاية اللي ربنا معاه عمره ما بيتكسر أبدا.